السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا سنة أولى في درس جديد من دروس اللغة العربية. يلا حبايبي نتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية، هو حرف الشين. النهاردة هناخد مع بعض حرف جديد هو حرف الشين. يلا أول حاجة نعرفها الأشكال. حرف الشين في أول الكلمة فارد إيده عشان هيمسك في حرف بعديه، في وسط الكلمة فارد ايديه الاتنين عشان هيمسك في حرف قبليه وحرف بعديه، في آخر الكلمة متصل ومنفصل. يلا نشوف الكلمات. في أول الكلمة زي كلمة شمس، في وسط الكلمة عشب، في آخر الكلمة متصل زي كلمة عش، ومنفصل زي كلمة دش. نقرأ الكلمات مرة تانية. شمس في أول الكلمة، عشب في وسط الكلمة، عش في آخر الكلمة متصل، ودش في آخر الكلمة منفصل. تعالوا نشوف أول سؤال. بيقول لي صل شكل الحرف بالكلمة المناسبة. حرف الشين بأشكاله في الأول وفي الوسط وفي الآخر متصل ومنفصل. مديني كلمات، نقرأ الكلمات الأول. عشب، عش، دش، شمس. حرف الشين في أول الكلمة هنوصله بكلمة إيه؟ برافو، شمس. في وسط الكلمة عشب، في آخر الكلمة متصل يعني ماسك في الحرف اللي قبله زي كلمة عش، ومنفصل كلمة دش. تاني حاجة نعرفها الحركات. حرف الشين لما يبقى عليه فتحة شا، تحتيه كسرة شي، عليه ضمة شو، وعلامة السكون ما بتتنطقش لوحدها لازم حرف قبلها. يلا نشوف الكلمات. الشين عليها فتحة زي كلمة شا، شمعة. كسرة شي، شراع. عليها ضمة شو، شعلة. والسكون ما بتتنطقش لوحدها لازم حرف قبلها زي كلمة عشب. يلا نقرأ الكلمات مرة تانية. شا، شمعة، شي، شراع، شو، شعلة، والسكون عشب. تعالوا نشوف السؤال اللي جاي. بيقول لي صل صوت حرف الشين بالكلمة المناسبة. مديني شين كسرة، شين فتحة، شين ضمة، وشين سكون، ومديني مجموعة من الكلمات وبيقول لي وصل حرف الشين بالكلمة بالصوت المناسب ليه. حرف الشين الأولاني تحتيه كسرة، احنا قلنا ايه؟ شي، يبقى كلمة ايه؟ شراع. حرف الشين لما يبقى عليه فتحة شا، كلمة ايه؟ شمس، شمس. حرف الشين عليه ضمة شو، قلنا كلمة شعلة، شعلة. حرف السكون، حرف الشين عليه سكون ما بيتنطقش لازم حرف قبليه زي كلمة يشرب، يشرب. حرف الياء هنا هو اللي عمل صوت لحرف الشين. نشوف سؤال كمان. حدد حرف المد والممدود. مديني كلمات وبيقول لي قول لي فين المد وفين الممدود. قلنا النقط الأولانية سنة أولى للمد، النقط الأولانية بحط فيها المد والنقط التانية بحط فيها الممدود. عندي كلمة شاكر، أنا قلت هنا إيه؟ شاكر. هنا المد إيه؟ برافو، مد الألف. الممدود قبل المد، يبقى هنا الممدود ايه؟ حرف الشين، والمد بالالف حركته الفتحة، يبقى الممدود بحط عليه حركة الفتحة. هنا كلمة تانية عاشور، هنا عندي مد بالايه؟ بالواو، برافو. والممدود الشين قبل المد، والمد بالواو حركته الضمة. الكلمة اللي بعد كده مشيرة، هنا مد ايه؟ برافو، الياء. والممدود الشين، والمد بالياء حركته الكسرة. آخر كلمة عندي أشجار، هنا عندي مد بالايه؟ برافو، بالألف. والممدود الجيم.
والمد بالألف حركته الفتحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. مديني مجموعة من الكلمات وعايزين نحلل. أول حاجة أعملها يا سنة أولى أبص على الكلمة كويس، أشوف فين الحرف الساكن فين المد، الكلمة فيها إيه بالظبط عشان أقدر أحلل. قلنا الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود في مقطع لوحده. الكلمة الأولانية عندي كلمة أخشاب. الكلمة دي فيها حاجتين، فيها حرف ساكن وفيها مد بالألف. يبقى المقطع الأولاني هناخد فيه إيه؟ أخ، الألف مع الخاء. أخ عشان الخاء ساكنة هتاخد حرف الألف اللي قبليها. هنا مد وممدود يبقى الشين مع الألف والباء لوحدها. الكلمة اللي بعد كده شراع. نبص على الكلمة كويس فيها ايه؟ مد بالألف، برافو علينا. طيب الشين الأولانية دي في أي حاجة معاها؟ لا، يبقى هتنزل لوحدها شي وبعدين را، يبقى هنا مد وممدود الراء مع الألف وبعد كده العين لوحدها. آخر كلمة عندي شمس. كلمة شمس فيها ايه؟ فيها حرف ساكن هو حرف الميم والسكون مع اللي قبله في مقطع لوحده. يبقى أول حاجة شم، الشين مع الحرف الساكن الميم شم والسين لوحدها. وده يا سنة أولى بيكون نهاية حرف الشين. وإن شاء الله أشوفكم على خير إن شاء الله نلتقي في حرف جديد من حروف اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.